وحشتيني دي بعد ما مشيت؟ اثناء يعني اثناء اثناء الحكايه ما كانت بتحصل. ما اتخانقتوا يعني؟ مش خناق يعني، بس اختلاف، يعني اختلفنا لا لا، مش قصدي اقول ايه مم. طبيعة، انا مم. قصدي اقول يعني الالهام ده جالك كنت لسه عايز ترجع يعني؟ اه. فكنت بتقول وحشتيني. فكنت بقول وحشتيني واشياء اخرى. اه اه. طب والقصيدة ما نفعتش؟ يعني ما نفعتش، ده نفعت شويه بس الشعر مش كل حاجه، في حاجات ممكن ما ينفعش انها تتصلح. باباك كان بيشتغل ايه؟ والدي رحمه الله عليه كان نعم. مترجم، بيشتغل بالقطعه بالورقه يعني. وبعدين مع الحداثه يعني طبعا بقى في بروجرامينج وحاجات وكده فاستغنوا عنه، فامتهن حاجات كتير واشتغل في كل حاجه بقى لغايه لما كان السنين الاخيره في حياته كان بيبيع ميداليات وحاجات بالاركت في اماكن عامه وكده. مم. من الباعة الجائلين يعني؟ اه. وايه امتحان حاجات كتير زي ايه؟ فتح محل و مترجم من ايه؟ من لغة من ايه؟ انجليزي عربي انجليزي. كان بيترجم بالشكل اللي هو الديكشنري، لما بيعطل يعني بيفتح القاموس ويكتب بالورق بالكلمه. وكان بيشتغل بيقبض بالكلمه كمان، يعني كانوا بيعدوا الكلمات اللي بيترجمها. بعدين بقى انتر، خلاص ندوس انتر، خلاص الموضوع ما بقاش. مر بوقت مش كويس يعني. على حاجه. مم. انت اصلا بتتكلم بابتسامة عن الموضوع ده بوجع شديد. يعني لا بتقبل والله، بالعكس انا اصلا ابويا ده يعني هو مثل الاعلى. باباك ده مثلك الاعلى. والدي مثلي الاعلى الحقيقه، لانه يعني كان يعني رحلته بالنسبه لي كانت غريبه جدا. يعني انا لما عرفت اعرف حكايته واسمع منه واشوفه قدام عيني كنت بستغرب صبره وجلده، يعني قدرته على ايه بس على كل حاجه، قدرته على الاستمرار. مم. يعني كان انسان عظيم جدا الحقيقه. اليوم اللي استغنوا عنه كمترجم ده كنت انت عندك كام سنة؟ كنت صغير، لا كنت صغير مش حاسس يعني. هو خد الموضوع هو توفى امتى؟ سنه 2005، من حوالي 15 سنه. يعني وانت عندك 18 سنة بالظبط؟ من اول ما قبل ابتديت كده تكتب كمان يعني ما حضرش موضوع الشعر؟ حضر اوله كده، كنت بكتب وبسمعه يعني. مم. وكان بيقول لي شد حيلك. انت عندك اخوات؟ عندي اخ واخت. واضاف ايه موضوع باباك ده لموضوع الشعر ده او شخصيتك او؟ كل حاجه. انا شفت ابويا رحمه الله عليه، شفته وهو برنس، اشتغل كويس وكان عنده هيستوري، لان هو كان اونر، كان رجل اعمال بزنس مان، وعنده مكتب اتعرض لحريق، اتحرق مكتبه كل ما يملك. فبدا من الاول تاني وبدا يبقى مترجم، وكان بيعيش حياه كويسه. ثم بعدين لما حصل له كده ما وقفش هنا كتير وما عملش دراما كتير هنا يعني، كمل على طول بسرعه. يمكن في يومها يعني، في يومها كان بيفكر هيعمل ايه. ما هو لا يعني لما تقولي اصل استغنى عنه كمترجم ويمتهن حاجات كتير، ده معناه انه لم يستسلم خالص خالص. انا ساعات ببقى بستسلم وبفتكره بوقف. يعني انا في اوقات بفتكر، انا بستغرب هو كان بيعمل كده ازاي، يعني انا بقول انا يعني بعمل عشان حد يبيع ميداليات في الشارع بعد ما يبقى رجل اعمال ومترجم ويبيع في الشارع، ده اللي هو انا هشتغل يعني. حتى لو وقفت قدامي انا هشتغل واشتغل برضه. لحد ما مات. ابويا كان سنه كبير، وكنا يعني كان بينزل من بيته بشنطه. هو كان بيشتغل اركت، كان بيعمل خشب اركت، مم. فكان بيصمم القطع اللي بيعملها بايده، ما بيشتريهاش ويبيعها عشان يكسب. فنان يعني برضه. فنان، وعشان يكسب كمان فلوس الماتيريال، ما يشتريش ويبيع، لا ده هو اللي بينتج. فكان بينزل بشنطه. والدي كان سنا كبير يعني، كان بينزل بالشنطه. احنا كنا ساكنين فوق سطوح عماره، كان بينزل من في الدور السابع تقريبا، كان بينزل من الدور السابع ده سنين طويله بالشنطه، شنطه كبيره جدا. هو كان جسمه مش قوي يعني. كان بينزل لغايه الجامعه ي... اللي انا كنت فيها، بيقعد بين الجامعه وبين الوسائل المواصلات عشان الطلبه كلها تمر عليه. وزمايلك عارفين إنه باباك؟ في بعض زمايلي عرفوا، لانه يعني هو في منطقه الدخول للاتوبيس، الناس اللي بتسافر محافظات بس اللي بتعدي عليه. وانت دي حاجة كنت كسفاك ولا فخور بيها ولا ايه؟ بس بصراحة. انا وانا صغير كنت بقى في الاول خالص ما عنديش وعي يعني، كنت عارف انه بيشتغل، وكنت مش مكسوف، مش كسفاني. كنت
متضايق عشانه. يعني كنت حاسس ان الامور مش في مكانها، عارفه. بس بعدين هي بقى لما الامور كبرت كتير ما بتبقاش في مكانها. بقى لما كبرت فهمت بقى كل حاجه. بس بعدين اعتقد ده كان اهم شيء حصل في حياتي يعني، بعد كل اللي انا عشته وشفته، هو رحله ابويا، لانه فيما بعد كتبت عنه وفي مسارح كتير. كان يعني انا كنت في يوم من الايام انت كنت لسه بتقول ان في قصيده بتقول ايه؟ ابويا كتير قصايد. ابويا وحشني جدا. طب انا عايزه انا ابويا وحشني جدا، محتاج رايه في حاجات، اهمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات. نضارته وساعته لسه على الرف في مكان ما سابهم، وهدومه جوه كيسهم وجداد من يوم ما جابهم. نفسي اتكلم معاه واحكي له على اللي تم، وهقول له مين في مرض وزاره ونقل له دم، وهقول له اني اسف علشان خبيت عليه، واحلف له باني نفسي لو يوم المس ايديه اعمل له شاي خفيف واقسم وياه رغيف. كان حضنه جمعنا لما كان صوته فيه ونس. كتير بقعد معاه بشكيله من الحياه، انا عارف انه سامع متاكد انه حس. ما هو برضه الموت لا يمكن يقتل في الناس شعورها. مفيش في الدنيا شجره تقطعها من جذورها. مفيش في الدنيا راحل الا وسايب وراه واحد من صلبه شبهه يدعيله في الصلاه. انا ابويا وحشني جدا، وحشاني معاه حاجات بطلت اعملها وحدي من ساعه لما مات. بتتكلم على الوحشه كتير انت. مم. يعني هي وحشتك، باباك وحشك ده عادي. ليه؟ يعني هل انت دلوقتي مرتبط؟ كل حاجه يفكر مش هتكذب. مرتبط. طب ليه بحزن كده؟ لا يعني الاسئله بس جديده، نوعيه الاسئله دي ما احنا مختلفين. زي الافلام كده الارتباط يخلي الشاعر يبقى عنده حاجات جياشه اكتر، ولا هو زي الفنان كده في حاله او مش في حاله هو الالهام بينزل كده؟ والله لا، في الارتباط يعني انا بالنسبه لي ما بكونش مهتم قوي بالشعر الصراحه يعني. بتبقى بتعبر عن نفسك لما خلاص. بنبسط ما بكتبش كتير يعني الصراحه يعني، فاهم؟ ايوه ده صح. بعيش اللي انا حاسه، ما بكتبوش يعني. نادر يعني لما اكون مرتبط مثلا حد يفتكر يعني اللي انا مرتبط بيها دي بتصحى الصبح تلاقيني بعت لها يعني كاتب لها قصيده عريضه الصبح. مش حقيقه طبعا، احنا عندنا نفس المشاكل وعندنا نفس الحاجات، بنواجه نفس الازمات في التلاقي. طب بس لما بكتب رحت لها بقى طبعا اكيد. لما رحت تتقدم بقى وقلت انا شاعر قالوا لك ايه؟ انا كمان ما تقدمتش قوي، ده كنت صغير ولمحت كده يعني. انا نعم. كنت بحب كده بنت، كنت صغير 19 20 سنه وعايز بس اقول ان انا في الصوره يعني. فقلت لوالدها ربنا بقى يديله الصحه قلت له انا الصراحه يعني بس البيت من بابه والحاجات دي. قال لي عايز ايه؟ رايح تقول لهم انك جد يعني. ان انا هنا على التراك، انا موجود يعني. فقال لي عايز ايه يعني؟ قلت له انا ناوي الصراحه، قلت له ناوي كتير قوي على حاجات كتير يعني. انا ناوي، واصلا انا ناوي وبعمل. كنت بدات اكتب بقى وبدات ارسم اللاين اللي انا همشي فيه شويه. فقال لي انا عايز ايه بتعمل ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل شاعر. قال لي بشتغل ايه يعني؟ عايز تعمل ايه؟ قلت له لا، ما انا هعمل حفلات وبعمل، ناوي اعمل كتب وان شاء الله تبقى الناس تقراني باذن الله وحاجات كده. قال لي تمام، يلا خلي بالك من نفسك بقى. ما اقتنعش بمهنة الشعر. ما شافنيش اصلا، شفاف.